زينب بنت ديوانية كائن فضائي متنكر بيننا. الديوانية موطن الآلهة متنكرون، كما يعتقد السومريون في قلب العراق، حيث تنام أسرار الحضارات القديمة تحت رمال الزمن. تقع الديوانية الأرض التي كانت منذ آلاف السنين مقرا للآلهة، كما ما يعتقدون من حضارة السومر العريقة. هنا حيث اجتمع الغموض والأسطورة، حيث كانت الديوانية موطنا لمتنكرين من عالم آخر، ووجدت شخصية أثارت حياتنا كلها. دينا بنت ديوانية عدد الأيام كانت الأهم تذكرون زينب ليست مجيبة. الوقت هؤلاء المتفكرين أصول قديم في جسد معاصر. الخلاصة، الدليل، التفسير، التفسير. الحجاب المقوس الغريب، إخفاء تشريح الدماغ غير بشري، عشقها للأسماك، ارتباط رمزي مع إنكي إله الماء والحكمة، غياب الماضي والجذور، ظهور مفاجئ مشابه لوصف الأنوناكي في الأساطير، برودها العاطفي، تقليد العواطف دون شعور حقيقي، منشأها من الديوانية، مركز قيادة الآلهة المتنكرون كما يعتقد السومريون. في النهاية، هل هي مجرد امرأة؟ أم كائن فضائي متنكر يخفي أسرار حضارة غابرة؟ هل هي رسالة قديمة أو بداية فصل جديد من قصة الأرض؟ وهنا يبقى السؤال: هل زينب تكتب الفصل الأخير للبشرية أم الفصل الذي لم يبدأ بعد؟